فيفا تفاجئ الأهلي بمكافأة مالية ضخمة وعقوبة قوية على الأهلي بسبب لاعبين الفريق. فيفا تهدد الأهلي بعقوبة جديدة بعد فوز الأهلي على أوراوا الياباني. أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا رسميا للنادي الأهلي بعقوبة قوية بسبب عدم الالتزام لاعبي المارد الأحمر بارتداء القمصان التي تحمل رقم 72 خلال عمليات الإحماء في مباراة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية. وكان لاعبي النادي الأهلي قد اعتادوا على ارتداء هذه القمصان تكريما للذكرى رحيل 72 مشجعا في أحداث عام 2012. وفاز الأهلي على حساب أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة. وحصد النادي الأهلي مكافأة مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد حصول الفريق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. ويحصل الأهلي على 2 مليون ونصف دولار قيمة جائزة صاحب المركز الثالث في البطولة والميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية. واتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق بأول كأس عالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025. وتلقى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق 3 عروض أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما انضم للمارد الأحمر في الصيف الماضي قادما من الدوري الألماني. وتحاول 3 أندية أوروبية الحصول على خدمات أنتوني موديست في الميركاتو الشتوي المقبل، وتعمل على التفاوض مع إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي وفقا لما أكده باتريك مندي وكيل أعمال اللاعب في تصريحات تلفزيونية أخيرة. محمد الشناوي خط أحمر ولا يمكن المساس به مطلقا، لن يرحل مهما كانت الإغراءات المالية من أي نادي في الدوري السعودي، وسيتم تمديد عقده حتى 2027-2028. الأهلي يستعد لمخاطبة اتحاد القرى لتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر 48 ساعة أو 24 ساعة بسبب وصوله في اليوم الأخير في المونديال. الجهاز الفني يؤكد للاعبين أن البرونزية في كأس العالم تعتبر بمثابة بطولة أو تقليل بعض منها يعد أمر خطأ. رابطة الأندية المصرية تعلن خصم 1,000,000 جنيه من قيمة مشاركة النادي الأهلي من بطولة الدوري بسبب انسحابه من كأس الرابطة. تحفظ مصر الكرة على فكرة التعاقد مع سوزا مجانا في يناير خوفا من تكرار تجربة موديست. 12 لاعبا منضم من النادي الأهلي إلى قائمة منتخب مصر بدائية أفريقيا، وهو محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، مروان عطية، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، ومحمود كهربا. أنباء ربطت أحمد عبد القادر بنادي سموحة وترحيب اللاعب بعرض الإعارة المقدم له في يناير. ولو وصلت لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبك، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.